بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه وايه الاخبار؟ يا رب كل الناس تكون بخير وكل شيء تمام معاكم. اهلا وسهلا، مرحبا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. انا كنت عايز اتكلم عن شوية حاجات اتكلمت عنها مليون مرة قبل كده، وهرجع تاني اتكلم عنها وهفضل اتكلم لحد ما اموت بإذن الله تعالى. لعل وعسى واحد بس، لعل وعسى ان واحد بس يتغير او يفهم الدنيا ماشية ازاي ورايحة فين وجاية منين، فساعتها بس اكون حققت هدفي ووصلت لحلمي، ان بقى في ناس واعية وفاهمه. وكده كده انا مش فارق معايا الناس، كده كده انا مش فارق معايا الناس سواء فهموا ما فهموش، عندهم وعي ولا عندهم جهل، عندهم علم ولا عندهم ضلمه، مش فارقه معايا. الفكره ان انا بتكلم وخلاص، انا هنا جاي اتكلم وخلاص. بلاش شعارات كدابه، بلاش كلمات رنانه، بلاش شعارات كدابه، بلاش حاجات نصابه. انا هنا مش جاي ابيع لك الوهم ولا ادي لك كورسات ولا ادي لك كورسات مدفوعه ولا اقول لك اشترك في القناه ولا فعل الجرس ولا اعمل لايك ولا كومنت ولا شير. انا جاي اقول لك من الاخر ان الحياه صعبه، الحياه صعبه، والناس وحشه، وان الدنيا مش زي ما انت فاكر، وان الفلوس هي اللي هتخليك بني ادم، وهي اللي هتخليك ليك مكانه وليك احترام وسط الناس. كل الناس اللي بيقولوا لك ان الفلوس مش كل حاجه دول كدابين ونصابين. كل الناس اللي بيقولوا لك ان هم بيعاملوك عشان شخصك، محدش بيعامل حد عشان شخص. الناس بتعبد المشاهير، بتطبل للمشاهير، بتأيد المشاهير، بتمجد المشاهير، وحتى لو بيشتموهم لكن بيجوا قدامهم وبيطلبوا ان هم يتصوروا معاهم، بيجوا قدامهم وياخدوهم بالحضن. فالفكرة كلها في ايه؟ انت طول ما انت فاشل، طول ما انت فقير، طول ما انت معدوم، طول ما انت مديون، طول ما انت مغمور، طول ما محدش عارفك، طول ما انت ما عندكش كيان او مكانة او سمعة او شهرة او وضع، او طول ما انت ما عندكش مكانة او سمعة او سلطة او شهرة او نفوذ او علاقات او وضع اجتماعي او وضع سياسي او نفوذ، طول ما انت ما عندكش فلوس وعلاقات ومصادر ومراجع، طول ما انت مش عامل لنفسك براند واسم وبزنس، فانت مجرد واحد فاشل، فاشل قدام نفسك عشان انت فاشل، ولا عندك فلوس ولا سلطة ولا شهرة. طول ما انت مش عارف انك تتعامل مع الناس، وطول ما انت عمال تقنع الناس باللي انت بتعمله سواء في حياتك الشخصية أو في حياتك العملية. وعلى فكرة، الإنسان الناجح في حياته العملية ومعاه فلوس وسلطة وشهرة، الناس في حياته الشخصية بتحترمه، وهو بيكون عنده المقدرة والإمكانية والفرصة إن هو يكنسل الناس، إن هو يعزل الناس، إن هو يبعد عن الناس، وما يخليش حد يتحكم بمزاجه ولا يتحكم بحياته ولا يتحكم بدنيته. فطول ما أنت مش معاك، ربنا معاك، بس طول ما أنت معاك كل الناس معاك. مش بس معاك فلوس، معاك سلطة، معاك شهرة، معاك نفوذ، معاك وضع، معاك سلطة، معاك علاقات، معاك ومعاك ومعاك. كل الناس معاك، كل الناس هتساعدك، كل الناس هتدعمك، كل الناس هتسندك، كل الناس هتشوفك بطل، حتى لو هم بيشتموك بس بيحترموك وبيحبوك. فالمغزى من كل الكلام ده، حط كل الكلام اللي الناس بتقوله ليل نهار على النت وفي الحقيقة بتاع ان الفلوس مش كل حاجة، واهم حاجه الاخلاق والسمعه والدين والجو ده، حطه تحت رجلك، عشان كل الكلام ده كده وعمرك ابدا ما هتنجح وانت ماشي ورا الكدابين والنصابين. فاهم حاجه؟ اتمنى تكون فهمت حاجه، ولو ما فهمتش مش فارق معايا بربع جنيه مخروم.